يا جماعة الحلوين، في أم فرنسوي اسمه كلود عندها 4 بنات، الكبيرة تجوزة أربي اسمه أم، الثانية تجوزة يهودي اسمه دايفيد، والثالثة تجوزة صيني اسمه لين. لما صوروا سوا الكل كان يضحك بس الأبوين عيال العيلة وجههم كئيب ما يحبوش يضحكوا. الوضع مثالي كده، خليه على كده، عيلتي بآراك وعادات ديانات مختلفة، الحياة فيها مشاكل وصراعات بس برضه ضحك على الآخر. بس الصينيين كلهم يعرفوا فنون قتالية، الزوجين دول جايين من عيلة كاثوليكية في فرنسا وما كانوا يتخيلوا إن 3 بناتهم هي تجوزوا ناس مش من دينهم ودوا مضايقهم جدا، كل أملهم في الصغالور عشان تتجوز فرنسي أصلي. بس هل حلمهم هي تحك؟ يا جماعة اليوم حنتكلم عن فيلم كوميدي فرنسي نمرته عالية اسمه سيريال باد جنسة، والله ما عايزين صينيين زيادة، وأنا كمان العربي مش موافق عليه خصوصا من نوع مزداك، لو دخل يهودي كمان حقتل ابن دايفيد الجديد اللي لسه مولود. حسب تقاليد اليهود لازم يعملوا ختان للولد في اليوم الثامن بعد الولادة ويقطعوا جزء من الجلد، لكن كلود شايف إن ده تعذيب للطفل. وفي الوقت ده البنت الكبيرة حامل، جوزها أسامة وحسب عادات العرب عايزين يسموه الولد محمد، بس لما سمع الأب قلبه وقف ورجف وقالوا لازم اسم فرنسي أحسن، محمد صعب يتقبل واسم كأنك بتسمع وحش من عصور ما قبل التاريخ. كلود لسهبي يحاول يقنع بنته تخلي حفيدها يتعمد كاثوليكي بدل الختان الرهيب ده. البنت ردت وقالت الختان مش معناه الولد لازم يبقى يهودي، وكمان ده شيء نظيف، أبوك لسه سليم وعايش كويس وكلود كفاية بك. فهمت؟ السلام عليكم يا حمو وحماه، لين قلت لك بلاش تناديني حمو، مش متعود، آسف غلط، سلام يا حبيب، لين صينية وعشان تحترم الكبار تناديهم حمو وحمات، لكن كلود مش متعود لأن عندهم الناس بتنادي بعضها بالاسم مباشرة. حاول كلود يمنع بس فشل، والختان حصل في موعده، يا ساتر على الولد حاجة مرعبة. بعد الختان الجلد اللي التقطع بيتعامل معاه ككنزة، فقرروا يهدوه لكلود عشان يدفنه في جنينة البيت، ده شرف كبير لهم، أنا كمان شايف كده. بس ليه بتدون الحاجة دي؟ هشرح لك. حسب العادة لازم يدفنوا الجلد في حديقة البيت، بس إحنا أصلا ما عندناش جنينة، يمكن تقدروا تدفنوها في بلدكم، لو بتقدروا الحاجة كده ليه أصلا بتقصوها، جوز الأنبس بهزر خذها يا مامان. كلود تعب عشان يجي باريس ولين سهرها قرر يعمل عزومة عيلة، هو اللي يطبخ ويدعي الكل لأن العائلة لما تكون متفاهمة كل شيء كان تمام، بس تكتهم مليانة صراعات. لين الضطرت تبدل لحم الخنازير اللي جهزته بالحم النعام، وهالشي خلى كلا يحس إنه اللحم غريب عليه، هو ما تقود على لحم الخنازير مو ناشف كده، بس هنا فيه صح بابا فاهم، العرب واليهود ما ياكلوش خنزير، فكلا مضطر يحترم عادات الصينيين، كلا كبير الطاولة ولازم يحترم العادات. بس دايفيد وأنا شايفين إن لي مبالغ في التملك، هو ناوي يمضخ طول الأكل كده، كلا شايف إن عادة الختان قاسية وبتعذب البيبيهات. دايفيد قال الطفل عمره أسبوع واحد والجهاز العصبي مش كامل فما يحسش بألمم، مش زي العرب اللي بيعملوا الختان عن 6 سنين وده فعلا تعذيب. إيش تقصد يعني دايفيد؟ بتقول إن المسلمين هم إيش؟ دايفيد شرح إن الأفضل تعمله بدري ومش لازم تتكلم بالطريقة دي. آسف يا إيزابيل، أنا بس بحاول أقول إن الطفل أكيد هيكره أمه، تخيلوا 6 سنين بعدين يقطعوا له كده كفاية. أو هو واضح إن دايفيد عنده عنصرية، لين شافهم قربوا يتخانقوا فدخل بسرعة ووقف المشاجرة بين العربي واليهودي، خلصنا الجدال وتعالوا نعيش بسلام أرجوك. إيش إحنا بنتخانق؟ هذا شغلنا. دايفيد رأيك إيه؟ طبعا شوف على الأكل إحنا لساها بنتكلم مع بعض. ما توقعت إن طريقة لين للصلح تضحك دايفيد وإيزابيل كده، حتى اتفقوا يسخروا منها، لين شافهم بيتفاخروا فغير الموضوع. على الأكل العرب عندهم مفهوم تجارة، صدق، وانتوا بتفسروا ازاي ان الصينيين مسيطرين على منطقة سنتيه من اليهود وكمان سرقوا بنات العرب؟ هذه حقيقة، هم فعلا اقوياء، بس دايفيد هذا هو الواقع. يعني افلاس ابني كمان بسبب الصينيين، عشان يكسر جوا التوتر كلا غير الموضوع بسرعة، حكالهم عن مرة تتوهوا فيها هو ومراته وسط زحمة الناس. الحي ده غريب وما فيهوش فرنسيين تقريبا. بعد ما سمع إيزابيل زعلت لأن المنطقة دي كلها عرب، هي شايفة كلام كلا تحيز واضح. تحيز كيف؟ تحيز عنصري، تحيز عنصري. كلا حس بالحزن لما عرف إن 3 بناته تزوجوا أجان. عيلتنا بعت ملونا 5 ألوان، كيف أكون عنصري؟ قال إنه من 4 بنات 3 تزوجوا مهاجرين. انتو ساعدته فرنسا إيه؟ وهو زعل وطلع. الحفلة انتهت بجو مشحون، ولين رجع يحاول يصالح الكل. كلمات كلامه كانت تشبه قصده، بس إيزابيل مبالغ. بعد ما سمعت إيزابيل زعلت وبدأت تهاجم لأختها الصغيرة لور، غضبت وقالت ممكن توقفوا جدالكم ده. لما نزلوا تحت إيزابيل ودايفيد رجعوا يتخانقوا عشان الركنة والصراع رجع تاني. دايفيد قال كل المشاكل بسبب لين، ما ينقال له يجيب موضوع على حمل الخنازير ويخرب الدنيا، أكيد هو دايما بيهاجم لين ولين مش سهلة. قالت لدايفيد إنه لسه عايز يقترضه من البنك، لو استمر متكبر كده محل مش بالقرض.
دايفيد ما اهتمش وقال عنده هولاكات يهودية كتير في البنك، مش محتاج لين. الزمن التغيير يا برو، زمن اليهود انتهى ودلوقتي زمن الصينيين. احنا مسيطرين على كل شيء من الصحون لحد قبعات اليهود وحتى إسرائيل. لين فضح كذب دايفيد ودايفيد غضب ويضربه. طبيعي الصينيين يعرفوا القتال، رجعوا البيت صهرهم ما أكلش كويس، فالأهل جريوا يدوروا على شوية أضلاع يأكلوها. دايفيد كان ناوي يدفن قلفة حفيده بس سقط على الأرض بالغلط. الكلب الغبي حسبها لعبة واجري وأكلها. الكلب الأحمق بلع القلفة أكلها كأنها أكل عيش. ماشي لو ما فيش حاجة مش مشكلة. كلا فجأة خطرت له فكرة ياخذ قطع ضلع ويدفنها بدلها. يا جماعة بلاش تفكروا كتير، إيش بالله ما تعملش كده، غيري وإنت والكلب بس اللي يعرفوا. يلا ندفن الصندوق كله، ما نقدرش نخليهم يلاقوا أثر، خلاص اتدفن. عادة ما بنشوفش بنات بيتعمل كلك في البيت كل ما نجتمع. ماري بدأت تعاني من اكتئاب واضطرت تروح لطبيب نفسي. صح طبيبها النفسي هو القسيس في الكنيسة. لما شافها رد بكلمات سريعة، قال لور أكيد هتتجوز مسيحي، ورجع مشغول بشغله. 273 يورو بجد مزعجين. إيش انت قلت إيه؟ لا ولا حاجة. كلا عرف إن مراتها مكتئبة وواساها وقرر يجمع أولادها في الكريسماس. دايفيد عنده فكرة مشروع جديد، أكل عضوي خاص باليهود بس بدون مساعدة. لين راح بنفسه للبنك يطلب قرض. الموظف قال مشروعه في فرنسا زبائنه قليل ورفض بسرعة. مش بتاكل ده؟ لا، وأمك كمان. أمي ماتت من 6 شهور، يبقى أكيد ما كانت تاكل أكل يهودي مع السلامة. أو هالمحامي شاطر بس دايما بيساعد مهاجرين غير قانونيين بأسلوب الشوارع. آسف يا صاحبي. لين عايش كويس، شغال وأب كامل الوقت. 100 سهر لما يعرفوا عن الكريسماس مش متحمسين. تشينك لو نغوى عرفات جايين، ليشايا ولو نغوى كين باور مش جايين، الكذافي وإنريكي كمان. مع اقتراب العيد ماري عايزة عائلة متصالحة وجابت شيف من المدرسة الثانوية. اشتريت ديك رومي هولندي. الديك ده هولندي، طبعا كل اللحمة عندنا هولندي، حتى الطبقة المتوسطة الكبار بقت مسلمة. البلد خلاص راحت. سمعت صوت سفارة، كلا راهن مع مراته إن لين وصل. هو الوحيد اللي دايما بيجي في ميعادها. ربحت. ماري عايزة تغرس الإيمان الكاثوليكي في أحفادها من الصغر وزينة البيت بأنوار. الأكل جابوا معاه ديك رومي هولندي. ديك رومي هولندي، طبعا كل اللحم اللي عندنا من هولندا، حتى كبار الطبقة الوسطى تحولوا للإسلام. البلد خلاص راحت. سمعت سفارة، كلا راهن مع مراته إن لين وصل أول. هو الوحيد اللي دايما مزبوط معادها. ربحت. ماري عايزة تغرس الإيمان الكاثوليكي في أحفادها من الصغر وزينة البيت بأنوار. يا جماعة الحلوين، القصة بدأت. بيحكوا عن ميلاد المسيحة ابن الله، بس الجدة مبالغة شوي، هو بس نبي. صح يا برو ديفيد، أيوه نبي وبس. على السفرة ماري حطوا 3 ديك رومي بحيل مختلفة، صيني هولندي ويهودي. شوفوا، هي بتبين روح المبادرة، بتطلب من ديفيد يجرب بالديك الرومي اليهودي ويرد عليه، وبعدين كمان بدها تدعي ديفيد يجرب الديك الرومي الهولندي، ريحته مش بطالة. تحبوا تجرب؟ ديفيد يرد طبعا لا، بس الجو صار محرج. ديفيد يضحك بمزح، ما تاخذوها جد أكيد بيجرب. يا سلام على خفة دمه، بسرعة تصرف وسيطر على الموقف. هي فكاهة اليهود، أبوهم فان لها لويسة دي فونيس. لا يا ماما، لويسة مش يهودي، ده كمان مثل في فيلم المغامرة الصخصخ يا لين. طيب الفكاهة الصينية ما فيش أصلا، شو قصدك؟ الصينيين ما عندهم حس فكاهي، أمزح معك. أبو العروسة مع أنه عنده 3 صهاريج مهاجرين، بس عشان يثبت ولائه لفرنسا غنى النشيد الوطني لا مارسيز. دموعه نزلت، حس حاله نابليون إمبراطور فرنسا. النشاط الجاي مهم، لازم يروحوا الكنيسة. لين كانت ملحدة بس عشان ترضي الجدة دخلت جوا العادات المحلية. ديفيد وأخوها عرضوا يروحوا بس طلعوا مش مبسوطين. يا ريتهم نكارين، والله نكارين، عشان ما يتتركوش راحوا مبسوطين معاهم. هاللحظة مقدسة عند الكاثوليك. إحنا مبسوطين نشاركها معكم. صح والله، الدين يربط العيلة، بس شوفوا هم يقولوا عليه نكار. بس كده العيلة عاشت لحظة سلام قصيرة. البنات ال3 تخلصوا، فكلود وزوجته قرروا يحافظوا على الدم الفرنسي. في الآخر دقوا لور عشان تلاقي هبيب. سمعوا إنه بيشتغل في مجال مالي بأمريكا وفلوسه كتير، والأهم إنه كاثوليكي. لور ما كانت مهتمة لأنه عندها حبيب، بس مخبية الموضوع وما بدها مواعيد زيادة. قررت تقولها. الأم تسمع وتبدأ تقولك على الآخر، تصلي وتدعي. يا ترى هو كاثوليكي؟ وبالفعل الراجل متدين جدا، والفرح راح يكون في الكنيسة، يعني فرح في الكنيسة. طبعا بيته كله تقوى. والبنت تقول، قبل ما أشوفه لازم أقولكم حاجة. الراجل هو ممثل كوميدي، بس والله المهنة مش مهمة. الموضوع غريب شوي لأنه اسمها جاد المالحة، اسم فرنسي، والبابا يسمع الاسم ويفرح لدرجة ما يقدر يسكت، والنتيجة بنتهم الصغرى فاهمة قلب أبوها. الفرح حيكون أول يولي، يوم ممتاز، لازم نحجز الكنيسة بسرعة لأن الكل بيتزوج في الوقت ده، والولدين بيرتبوا مع القسيس، وكلهم فرحانين لدرجة ما قادرين يناموا. سنين طويلة وأخيرا ما خسرناش الكل.
شوفوا من بين أولادهم الأربعة واحد بس عادي، بس على الأكل مش خسروا كله. البنات نسبه الجيرز جيرز كويسين، بس دفع لمريح الكلب. الراجل قال لور مش راح تخيب ظنن. الحقيقة لور مخبية سر. صديقها سالي أسود من أفريقيا، اتقابلوا أكثر من سنة، لكن خايفة أبوها ما يوافقش فمخبية الموضوع. اصبروا يا جماعة، الأب والأم لازم يستعدوا للصدمة. مين الصدمة؟ هو المفاجأة في حياتها. بس عند سالي مشاكل، أبوه أنيد جدا، زعلان على تاريخ البيض اللي استغل أفريقيا، خصوصا فرنسا لسه هي مسيطرة سياسيا واقتصاديا على أفريقيا. سالي قالت لازم تحذر من البيض، خصوصا الفرنسيين ناس شريرة وغبية، وأكثر غباء اخترعوا حلوى اسمها رأس الأسود بس للإهانة. تعرف الفرنسيين اخترعوا حاجة اسمها رأس الأسود لأي بابا دلوقتي محدش بيقولها كده، بس الأب مصمم إن في ناس لسه هي بتقولها. الأب شايف إن ابنهم مصر يتجوز لور، فحط شروط: الفرح في بيت البنت وكل المصاريف على أهلها. شرط عادي لأن البيض سرقوا أفريقيا ولازم يدفعوا الثمن. وكمان شرط لو سمع عنصرية في بيتهم هيضرب على طول. سالي قالت كلا طيب، عشان العرسان السابقين كانوا مهاجرين مفيش عنده عنصرية. الثلاث بنات التانيين اتجوزوا صيني ويهودي وعربي، دليل واضح عائلة مش طبيعية كوميونست. سالي لازم تقابل كلا، ولور رتبت اللقاء. كلا وزوجته فرحانين مرة، راحوا المطعم بدري بس اتأخروا 10 دقائق. على الأكل متأكدين مش صيني. شافوا لور مع رجل أسود، فكروا إنه النادل. مين ده هو اللي بيشيل العربية. لما شافوا الاثنين ماسكين ايد بعض وعرفوا إن الموضوع مش عادي. سالي عارف إن لور ما قالتش إنها سمراء، فاستخدم حسها الفكاهي وقالت كان لازم أقول لكن أهلي بيض. أيوه بالضبط، والله موقف يضحك موت. لور قال لنا إنك كوميديان، واليوم الكوميديان قاعدة تكسير الدنيا. بيتنا دايما يجذب الناس اللي عندهم حس فكاهي، حتى الثلاث سهرات التانيين يحبوا المزح. والأب فخورة قال احنا تقريبا عندنا كل ألوان كوسة قزح. الحمد لله هم عندنا 5 بنات، لولا البنت الخامسة كانت راح تروح لزوج. الوجبة دي الاثنين قاعدين ياكلوا وكأنهم بلعوا شوكة سمكة، وبعدها في الطريق رجعوا يواسي، وبعد حاولوا يدوروا على جوانب إيجابية في سالة، بس الوضع كان على حافة الانهيار. أولادهم يطلعوا حلوين جدا، بس الزواج ده والله ما أقدر أتحمل. في الأخير إيش عملنا عشان نغضب القدر؟ يا أخي ما عندي حل، أنا مكسور القلب. أنا بحبك بس والله ملهوف جدا. من ساعتها وهم عايشين في قلق مستمر. كلا غاضب وقص كل الشجر في الحوش، وماري هزينة وطاقة مفقودة. البنات الثلاثة حسوا إن الوضع ماشي غلط، فراحوا تكلموا لور، آخر أمل لأبويهم عشان يلاقوا سهرة طبيعي. لور بعد ما نفدت صبرها قالت سالة كاثوليكية وأولاد الزوج ما لهم دخل، وبرضه بتتكلم. الكلام ده خلى الجلسة تنتهي على نار. الثلاثة أصهار كانوا عايشين مع بعض سلام، فجأة ضافوا واحد أسود وصار الموضوع محرج. عشان يفرحوا أبويهم قرروا يتحدوا ضد الخارجي، يعني 3 أجانب وزيادة واحد أسود. ده كارثة نوية في فوكوشيما، والحمد لله سالة مش من نفس العرق، لو كان الوضع أسوأ بكتير. أنا مش عايز صينيين زيادة، وأنا كمان عرب مش مقبولين، خصوصا مدغسكريين. لو ضفت يهودي أنا هو تصرف. عشان يلاقوا نقط ضعف سالة ويخبروها للور، الثلاثة راحوا يتفرجوا على مسرحية سالة ويتجسوا إذا عنده علاقة مش كويسة مع الممثلة. أكيد عايز يناموا على البنت شعرها أحمر برتقالي. شايفين النظرات المشبوهة بينهم؟ ده تمثيل مبالغ فيه. العرض خلص وسالة ما طلعش، خلت الثلاثة يدخلوا كل حاجة. إيه ده ساعة كاملة أكيد بيعمل حاجة مش كويسة مع البنت الحمران. فجأة سالة دخل مع بنت سوداء في الفندق، والثلاثة فرحانين يصروا. نام مع الحمران ولسه مش مبسوط. السود دول فعلا ماكينة حب. أخيرا لكينا ضعف ورحنا نواجه لور. آسفين يا لور حبيبتي، عارفين الموضوع صعب بس لازم نكون صريحين. الراجل قال الأسود دول مش كويسين وأنتم متطرفين زيادة، والبنت دي أخت سالة. يلا بقى لور شوف الصورة، أخت سالة. إزاي تتعاملوا معانا كده؟ لور بكت من الغضب. البنات حسوا إنهم زودواها، ركضوا يطبطبوا عليها ويوافقوا على الزواج. دي عرفوا الأصهار على سالة عرف إنهم صوروه من وراه، لكنه ما زهلش، بالعكس بدأ يصادقهم وعرف أسمائهم من شكلهم. يا برو سهل، الصينيين شبهوا بعض الصح صاحب نفرك، اليهود والعرب نفس الطقم. أنا شايف داويد هنا وده أخوه، تمام مرحبا في العيلة. ماري كانت حاسة بحالة غريبة، فراحت لطبيب نفسي تسأل إذا عندها عنصرية ولا لا. في فرنسا العنصرية منتشرة، وأي كلما تغلط وديك تحت. الطبيب قال ما عندها عنصرية، بس هي رد فعل طبيعي للغرباء. ماري حست بشوية راحة وبدأت ترجع لطبيعتها، وبعدين فكرت إن ولد جديد مش حاجة وحشة، وبدأت تحضر بشكل إيجابي للحفلة. قبل ما العائلتين يتقابلوا رسمي، سالة رتب مكالمة في يديو، بس كوفي ما كانش مبسوط. كمان طلب إن الأكل الأساسي يكون أفريقي، وقال إن عائلتهم كبيرة ممكن تعدى 400 شخص، وطلب حجز فندق لهم. كلا حس الموضوع غريب وبدأ يطالب إن الأكل يكون فرنسي، وكمان مصاريف العريس تتقسم بينهم.
أول ما كلمت خلصت بيجو مش حلو عشان يستقبلوا أهل العروس من أفريقيا. ماري مشغولة تنظف البيت، العيلة ناوية تقيم في البيت والضيوف في الفندق، والأب والأم مستعدين يناموا في العلية. بعدين اللقاء الرسمي، كوفي لبس التقليدي عشان يبرز ثقافته، وطلب غرفة جافت عشان عنده روماتيزم. كلام رضيش وقال البيت رطب جدا ولو مش قادر يعيش عندنا يدور على مكان ثاني. الغرفة عندنا قريبة تعفن، لو حابب يروح الفندق على النهر هناك الجو أنظف. وكلام 400 شخص ده مجرد بهارات. الحقيقة العيلة الصغيرة، يبقى الفلوس اللي دفعتها راحت على الفاضي. يا ساتر، ما جبتش تأمين للإلغاء؟ لا كان لازم تجيبه. الأفارقة صعب تتوقع تصرفاتهم. الأبوين اتخانقوا نار، بس ماري وحماتها متفاهمين كويس لأنهم كاثوليك متدينين، حتى راحوا الكنيسة سوا. ولما القصة مع إن بنتهم الصغيرة حتتزوج أسود ما قدرش يمسك نفسه وضحك. ليه بتضحك يا أبونا في إيه؟ ولا حاجة أسف. هرجع الكلام الجدي، الراجل طيب ودايما مبسوط. لين سمع عن مشروع أكل ديفيد العضوي وشافه واعد، بس يهود فرنسا عددهم 600 ألف فقط والسوق صغير. قال ليش ما نفكر في الأكل الحلال؟ في فرنسا أكثر من 5 مليون مسلم والسوق كبير. انت مجنون؟ أكل حلال؟ عايز ماما تقتلني؟ 5 مليون مسلم، فكر فيها صح مش كده. ديفيد كان مصمم بس في الآخر وافق عشان الفلوس. كمان ديو يشاركوا واخترعوا اسم باك كو. لين قال الاسم تقيل، ليه ما نسميه كو باك؟ بس طلع باكي كو أحلى. يا جماعة الحلوين، التنافس مع المسلمين مش لعبة، لازم تجيبوا محامي شاطر. أنا جاهز، رأيك نزيد ولا لا؟ لا طبعا. كلا ما كانش نفسه في الجواز ده. وبعدين أبو العريس صار صعب المراس، زوجتها ما وقفت معاه وهو غضبان، قرر ينسى الموضوع كله، حتى فكر يبيع البيت يطلق ويروح يدور على زوجة أجنبية. ما تبصش له كده، هو في النهاية بفضلكم أنتم علمتوه يتذوق الثقافات، يمكن يحالفه الحظ ويتجوز. تخيلوا زوجة من تاهيتي بابو إسكيمو أو حتى من فنة، كل شيء ممكن. البنات لما عرفوه كلبوا الدنيا. لور كمان دخلت في إحساس الندم. يومها كل مسك السنارة ورمى نفسه على النهر يهدي أعصابه. في قرر يمشي وراها، عايز يحكي بصراحة، وكشفوا مع بعض إنهم الاثنين ضد الجواز ده. عايز عروس من نفس البلد، وكل عايز عريس كمان من نفس البلد. مش عنصرية ولا حاجة، بس تمنا صادق. النتيجة لقوا نقطة مشتركة وقعدوا يتكلموا بهدوء. بس أول ما جت ذكرى استعمار فرنسا لأفريقيا فين أنفجر غضب. سرقتوا كل حاجة منا، ما خليتوش حتى حبة قوة. كلا ما نكرش الكلام بس بهدوء. طلب منه يدفع مهر الخطبة. لما فلوس دخلت المشاعر تعطلت ورجعوا في طريق مسدود. وفجأة الكسكة السنارة تحركت. الاثنين محترفين نسي والخناق وشدوا السنارة سوا، طلعوا سمكة ضخمة. بيقولوا ما فيش خلاف ما يتحلش بجولة السيد ولو ما كفاهش بجولتين. السمكة كانت جامدة، الكل فرحان، بس في التعض في ايده. كلا بسرعة مش هدام عنه. بما انهم الاثنين ضد الجواز قرروا يخربوا الحفل. اختاروا المطعم وبدأوا يخططوا. الجو كان ولا أروع، مش قادرين على حبز الكس. فكرت في الموضوع أنا كمان. ماري وحماتها مش لقوا أزواجهم فتسلوا، بس الاثنين مشغولين بالدردشة. يا ساتر، مراتي بتتصل. مراتي برضه خلصني إياه. الصداقة بين الاثنين كانت مفاجئة. والكحول شغلتي، صاروا أصدقاء حتى حلموا يبدلوا هدوم بعض. بعدين راحوا محل الحلويات. في طلب رأس شخص أسود نجرب. إيه رأس شخص أسود؟ أنت سامعني يا عم؟ دي اللي طلبتها. الموظفين اتصدموا. أسود يكره الأسود والأبيض لابس هدوم الأسود، شكلهم جايين يعملوا مشاكل. الشرطة اتبلغت بسرعة. العجوزين سكرانين وقاعدين يصرخوا ويهنوا. الشرطة مش في المكان. سالي ولور راحوا يدوروا عليهم، لقوا منديل فيه دم على النهر وظنوا إنهم تخانقوا. يا رب أبوك ما ضربها. كيف يعني؟ ده ما يضربش حد. وحشي. بتقولي وحشي؟ خليك هادي بلاش مشاكل. أنا ما كنت هناك، يمكن أبوك قال كلام عنصري. يا جماعة الحلوين، الراجل ده متعود كده، حتى على المناديل مكتوب أو الحرف زي اللي بيعملوه الغرب. أوها بما إنه محامي لازم يبدي يحقق. أنا محامي ودي دم واضحة، هنتصل بكل المستشفيات والشرطة والمشرحة كمان. بس العربية بتاع جون مش وصلت الكلام ده. الحمد لله الاثنين كبار تم احتجازهم مؤقت، ولو عايزين يخلوا سبيلهم لازم حد من العيلة يجي. بس الأربعة دو شكلهم مش شبه الفرنساويين، فالبوليس بدأ يستفسر. أنا سهرة الراجل، وانت أنا كمان سهره، وانت برضها سهره، انت كمان سهره. صح يا باشا، لو انت كمان بتقول كده يبقى انا بكيت مجنون. قريب جدا. قريب ايه يعني؟ انا ابن كوفي وبكره هتجوز بنت كلاود، يعني كده انا نص صخرها برضه. خلاص امشي انت كمان، الكل يطلع برا. بعد تفكير كتير قررت تلغي الجواز. مش هتخلي جوازها يكسر قلب ابوها وامها. جواز بدون بركة العيلة مستحيل يبقى سعيد، فاختار تسيب كل حاجة وتمشي لوحدها على باريس تكمل شغلها. لما كلاود وكوفي عرفوا كلبهم اتقطع وعنيدهم اختفى في ثانية. بس في الآخر سعادة العيال أهم حاجة، فقروا يركضوا وراها
عشان يوقفوا القطر. كوفي عمل تمثيلية أزمة كلبية والطاقم أضطر يوقفوا القطر فجأة، وفي الآخر نزلوا على خير. الجوازة تم زي ما مخططين والكل بارك. كلاود تأثر بالحيوية والشباب بتاع بنتهم وصهروها، وقرر هو ومراته يطلعوا شهر عسل كبار في السنن ويسافروا العالم، خصوصا الدولة اللي عايشين فيها الأربع صهرة، والكل مع بعض بيغرفوا خبز الباجيت وسط تهاني وضحك عالي. وبعدها الجواز خلص على أحسن ما يرام. فيلم سيريال باد ويدنجز نزل 2014 وحقق 176 مليون دولار وتقييمه 8. فيلم رهيب بجد، بيتكلم عن اختلاف الثقافات والدين بين الناس، وبيورينا مواقف مضحكة لما بيعيشوا مع بعض، بيغلطوا في بعض بطريقة فكاهية وبعدين بيحلوا المشاكل بالكوميديا. عائلة كلاود دي زي فران صغير للعرق والدم. الفيلم بيعرض مشاكل الهجرة اللي فرنسا بتعاني منها، وكمان صراعات ثقافية واقعية. في أفريقيا كثير من الدول كانت مستعمرات فرنسية، والفرنسية لغتهم الرسمية، فالهجرة لفرنسا كانت طبيعية ليهم. اللي لعبت دور لور في الفيلم هي زوجة فيليب لاشيو من فرقة الكوميديا الثلاثي المرحة. الاثنين اشتغلوا مع بعض في أفلام كوميدية جامدة قبل كده، واللي محتم يرجع يشوف الحلقات اللي فاتت. هنا بنختم الحلقة دي. لو عجبكم السلسلة الكوميدية الأجنبية دي اضغط لايك، تابعنا وخزن الفيديو عشان نجيب لكم الجديد. شكرا لدعمكم.